بسم الله الرحمن الرحيم. خواص عملية الضرب في مجموعة الأعداد النسبية. برضو أخدنا خواص عملية الضرب دي قبل كده في المجموعات اللي احنا درسناها قبل كده، مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الصحيحة. أول خاصية الانغلاق، اللي هو لما باجي أضرب أي عددين نسبيين أكيد الناتج بيطلع عدد نسبي. الضرب، ناتج الضرب لازم يطلع عدد نسبي. تاني خاصية الإبدال، أقدر أبدل 2 في 3 هي 3 في 2، الناتج ب6. نفس الكلام في الكسور، ألف على ب في ج على د هي ج على د في ألف على ب. لما باجي أضرب أي عددين أقدر أبدل ما بينهم. رقم 3 الدمج. يعني إيه دمج؟ لو عندي 3 أعداد بضربهم في بعض، أي عددين هاخدهم مع بعض الأول أضربهم والناتج أضربه في التالت. خدتهم مع بعض يعني إيه؟ ما بين قوسين كده، خدت أول عددين مع بعض، اللي هيطلع هضربه في تالت عدد اللي هو ن على واو، أو هضرب آخر عددين مع بعض والناتج هبقى اضربه في اول عدد اللي هو ألف على ب. دي الخاصية اسمها الدمج، اني اقدر اضرب اي عددين والناتج بتاعهم اضربه في التالت. رقم 4 العدد المحايد الضربي، اللي هو 1. جدول ضرب 1، اي عدد فيه 1 يديني نفس العدد. جدول ضرب 1، 1 في 1 ب1، 1 في 2 ب2، 1 في 3 ب3، يبقى يديني نفس العدد اللي انا بضرب فيه. رقم 5 وجود المعكوس الضربي. يعني ايه المعكوس الضربي؟ بعكس البسط مكان المقام والمقام مكان البسط. يعني العدد ألف على ب معكوسه هو ب على ألف، المعكوس الضربي ليه هو ب على ألف. طيب نفس الكلام في المعكوس الضربي، لو أنا جبت العدد ضربته في معكوسه الضربي هيديني 1. ليه؟ لأن أقدر أشطب الألف مع الألف والب مع الب، فالناتج هيديني 1. يبقى أي عدد في معكوسه الضرب يديني 1. رقم 6 توزيع الضرب على الجمع. ازاي؟ العدد ألف على ب في، لما هضربه في الباكج دي على بعض، اللي هما العددين دول مع بعض، ج على د زائد ن على واو، هعمل ايه؟ هوزع الضرب ده، هضرب الألف على ب مرة في ج على د زائد، لأن العلامة عندي زائد، وهضربه مرة في ن على واو، يبقى ألف على ب مرة في ج على د ومرة في ن على واو. يبقى أنا بوزع الضرب، العدد الأولاني في العدد الأولاني في القوس زائد العدد الأولاني في العدد التاني في القوس. هنشوف مسائل عليها هنفهم أكتر. المعكوس الضربي للصفر بيقول لي إن هو ليس عدد نسبي. ليه؟ اتفقنا معكوس ضربي يعني إيه؟ الصفر اللي هو 0 على 1، يعني لما هاجي أعكسه هيبقى 1 على 0. ينفع عدد عندي يبقى المقام فيه ب0؟ لأ، يبقى الصفر ملهوش معكوس ضربي. هنا بيقول لي اكتب الخاصية. نص في -2 على 3 بتساوي -2 على 3 في نص. عملت ايه؟ بدلت العددين اللي عندي. يبقى الخاصية دي اسمها ايه؟ خاصية الإبدال. بقى أقدر أبدل 1 على 2 هي 2، 1 في 2 يعني هي 2 في 1. لو احنا بنتكلم على أعداد عادية، 2 في 3 هي 3 في 2، 5 في 4 هي 4 في 5. أقدر أبدل العددين اللي عندي. تاني حاجة 3 على 4 في 4 على 3 بيساوي 1. ده ايه ده؟ 3 على 4 هي المعكوس الضربي للأربعة على 3. لما بضرب عدد في معكوسه الضربي الناتج بيطلع ب1، يبقى الخاصية دي اسمها معكوس ضربي. 3 على 4 عكس ال4 على ال3. طيب 1 على 5 في -7 على 9، هعملهم مع بعض الأول، أضربهم مع بعض الأول بما إنهم ما بين قوسين، والناتج هضربه في -1 على 3. هي إني لو ضربت العددين الأخرانيين اللي هو -7 على 9 في -1 على 3، والناتج أبقى أضربه في إيه؟ في 1 على 5 اللي هو أول عدد. الخاصية دي اسمها إيه؟ الدمج. إني أقدر أضرب أي عددين زي ما أنا أحب، أي عددين الأول والناتج أبقى أضربه في التالت. مش لازم الترتيب، يعني أي عددين باخدهم مع بعض كده في قوسين، يعني هحلهم الأول والناتج أبقى أضربه في التالت. طيب 2 على 3 في ما بين قوسين 5 على 11 زائد 4 على 7، ما بينهم هنا علامة زائد. خليها لي 2 على 3 في 5 على 11 زائد 2 على 3 في 4 على 7. يبقى عمل ايه؟ وزع ال2 على 3 دي، مرة ضربها في 5 على 11 ومرة ضربها
في 4/7. ما أنا عندي ما بين القوسين عددين، 5/11 و4/7. مرة ال5/11 ضربتها في 2/3، ومرة ال2/3 ضربتها في ال4/7. يبقى أنا وزعت الضرب على العددين اللي عندي، 5/11 و4/7. يبقى ده اسمه ايه؟ توزيع الضرب على الجمع أو الطرح يعني. اكتب المعكوس الضربي. اتفقنا معكوس ضربي يعني ايه؟ يعني بعكس البسط مكان المقام والمقام مكان البسط. يبقى 7/9 هتبقى 9/7. طيب -5/8 مش فارق معايا الإشارة خالص، الإشارة بتنزل زي ما هي. اللي يفرق معايا البسط والمقام، البسط مكان المقام والمقام مكان البسط. يبقى -5/8 هتفضل سالب زي ما هي، بس 8/5. يبقى أنا بعكس المقام والبسط بس، ما يفرقش معايا الإشارات. -2.5 الأول أخليها في صورة كسر. نعمل ايه؟ زي ما هي على الكالكوليتر كده، على الآلة الحاسبة يعني. -2.5 هشوف تساوي كام، هتديني -5/2. نعمل ايه بقى؟ نبدل البسط مكان المقام، تديني -2/5. سالب زي ما هي، الإشارة زي ما هي ما غيرتهاش، أنا بغير البسط مكان المقام والمقام مكان البسط. ده المعكوس الضربي. طيب -3. أولا -3 ده عدد عايزة أخليه كسر، يبقى أقسمه على 1، يبقى كأنها -3/1. أقدر دلوقتي أجيب المعكوس الضربي ليه، يبقى السالب زي ما هي، بس هتبقى 1/3. يبقى أنا غيرت ايه؟ البسط خليته مقام والمقام خليته بسط. ده المعكوس الضربي. بيقولي بقى العدد النسبي الذي لا يوجد له معكوس ضربي هو ايه؟ أكيد 0. ليه؟ لأن الصفر كأنه 0/1. أقدر ال0/1 دي أخليها 1/0، يعني ينفع أعكس الواحد مكان الصفر فأخلي الصفر مقام؟ ما ينفعش الصفر يبقى في المقام، فالصفر هو العدد الوحيد الملوش معكوس ضربي. هنا بيقولي أكمل. -نص في كام تديني 1؟ أكيد أي عدد في معكوسه الضربي بيديني 1. يبقى -نص في -2/1، نفس الإشارة بتاعتها، أنا مغيرتش في الإشارة، سالب وهنا سالب. 1/2 بقت 2/1. طب 7/12 في كام؟ بصفر. جدول صفر، لو نفتكر صفر في أي حاجة بصفر. يبقى أي عدد يقول لي مضروب في كام يديني صفر، أكيد مضروب في صفر. يبقى أنا مش فارق معايا العدد نفسه، أي عدد مهما كان أضربه في صفر هيديني صفر. ده اللي هو العدد المحايد الايه، سوري ده مش المحايد الضرب، الصفر ايه، أي حاجة في صفر بصفر يعني. هنا بقى باستخدام خاصية التوزيع اوجد 6 في 1/9 زائد 3 في 1/9. عملت ايه هنا؟ هنا في 1/9 متكررة في الايه، في الترمين. 6 في 1/9 ده كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه حد. زائد 3 في 1/9 ده الحد التاني. لقيت هنا في 1/9 وهنا 1/9، يبقى كأني خدت ال1/9 ده عامل مشترك. اتبقى من الحد الأولاني كله على بعضه 6، والتاني 3 طبعا زائد 3 لأن العلامة ما بينهم زائد. يبقى 1/9 في 6 زائد 3. أجمع بقى 6 زائد 3 تديني 9، يبقى كأني بضرب 1/9 في 9 اللي هي 6 زائد 3. 1/9 في 9 هتديني 1. يبقى أنا بعمل ايه؟ كأن بدل ما أنا اللي أوزع هو جابهم لي متوزعين، بدل ما أنا متعودة إن ال1/9 في 6/3، يبقى على طول أضرب 1/9 في 6 1/9 في 3، صح؟ هنا بقى العكس، عكس لي الحكاية، جابهم لي متوزعين وأنا بقى اللي هجمعهم. لقيت ال1/9 موجودة هنا وموجودة هنا، فخدت ال1/9 عامل مشترك. وبعد كده بعد ما خدت ال1/9 اللي اتبقى من الحد الأولاني اتبقى ال6، ومن الحد التاني اتبقى ال3 والعلامة ما بينهم زائد. يبقى هفتح قوس وهكتب فيه 6 زائد 3. نجمع بعد كده 6 و3 تديني 9، يبقى كأني بضرب ال1/9 في ايه؟ في 9 اللي هي تديني 1.